لكن تتخيل يا ابن الناس تكون شاب عندك 18 سنة وما فيش في حياتك اي حاجة، فاشل بمعنى صح وملكش اي فايدة في العالم ده، كل اللي رايح واللي جاي بيهزق فيك، وده علشان على الرغم من ان امك كانت بطلة ضحت بحياتها عشان تنقذ كوكب الارض من تهديد الوحوش وانت ما ورثتش منها اي حاجة، بالعكس ده انت اقل من المتوقع بكتير ومستواك ما كملش 5. يا نهار ابيض، هو في كده يا جماعة؟ ولكن هل الحال هيفضل على كده وهتفضل انت الشاب الغلبان اللي كلها بتهزقه في الراحة والجاية، ولا هتكسب قوة اسطورية وتعرفوا مين هو الاسطورة الغامضة؟ هو ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده. في يوم من الايام بتطلع الست دي مع اولادها الاثنين، الاخ الكبير شويه هاو والعسوله الصغيره لين. الام بتتكلم معاهم حبه كده وبنعرف ان ده اول يوم للين في المدرسه. الام بتكلم هاو وبتقول له شايف اختك لين اجدع منك ازاي؟ النهارده اول يوم ليها في المدرسه ومش بتعيط زي ما انت عملت السنه اللي فاتت. هاو اتضايق من كلامها، لا ما تقولش كلام بيوجع دلوقتي ياما، ما انا كنت صغير وقتها ما كنتش اعرف اي حاجه ساعتها، ولكن ما تقلقيش انا هاخد بالي من اختي الصغيره وهنقذها من المتنمرين واي حد يفكر يأذيها. الام ضحكت له كده وهاو ده عسل يا جدعان والله. الام بتطمنهم وفي خلال ما كانوا ماشيين سوا لا بيهم ولا عليهم فجاه حصلت حاجه غريبه قدامهم، شق ظهر من العدم في السماء ليعلن عن كارثه جديده. الام والاولاد في الوقت ده اترعبوا، كل الناس من حواليهم ظهرت مستويات فوق راسهم بتعبر عن مستوى قوتهم زي ما يكونوا في لعبه بالظبط. هاو كان المستوى الاول واخته الصغيره كانت من المستوى الثاني. كل الناس بصت للسماء وفجاه شافوا منظر مرعب بالنسبه لهم كان مفاجاه. ايوه الشق بيوسع اكتر واكتر وطلع منه وحش اسطوري فتاك، وحش جاهز ومستعد للاتاك. الاسم السنفرو، المستوى 55، الغرض سفك الدماء وفتك الاحشاء. ايوه ده باينها هتقلب على دماغهم سواد. بينزل على الارض وفي ثانيه الا ثانيه دمر مبنى كامل بضربه واحده من ايده. سنفرو بعد جنوده ينشروا الفوضى ويقضوا على اكبر عدد من البشر باسرع وقت ممكن. والام مسكت اولادها بسرعه وخدتهم في حته امان، قالت لهم بكل حزن خليكوا هنا وما تقلقوش طول ما انا معاكم. الدمار والخراب حوالينهم من كل اتجاه وصرخات الناس ملأت عمق المكان. الواد كان واقف خايف ان الوحش ياكلهم، لكن مامته طمنته قالت له ما تقلقش يا عمري وشجعته بالكلام. طلبت منه وعد انه هيبقى جنب اخته ومش هتخلى عنها مهما حصل. قفل عينك بس وخليك شجاع زي انا كده وما تقلقش انا احميك ومش هيجرى لك اي حاجه. بتسيبهم وبتخرج من المكان وحان الان موعد الجمدان. الام بتلبس زيها القتالي واشتغلت في الوحش تخبيط من كل اتجاه. كانت فاكره ان ده هيفرق معاه، ولكن الوحش بيضحك ليها بكل اريحيه وبيكلمها بكل عصبيه. انت السبب في دمار كوكب الارض بمن عليه، لو كنت سمعت الكلام من البدايه ما كانش ده كله حصل، ولكن هو انت بقى نعمل ايه؟ الام وقتها كانت عارفه كويس ان مستواه دلوقتي مش كفايه عشان تهزمه. بتقول له انت عاوز الختم المقدس؟ طب تعالى ورايا. بتطير لفوق وبتبص على عيالها بصه اخيره. الوحش بيقرب منها فعلا وكان فاكر ان بقوته هيقوم بيها، ولكن تفتكر ان ده هيحصل يا زماله؟ لا استحاله. بوم، الام كانت عامله حسابها طلعت قنبله كانت مخبيها وبالسلامه يا غالي. هاو في الوقت ده فتح عينه على ابشع منظر ممكن اي طفل في عمره يشوفه. ايوه شاف التضحيه اللي مامته عملتها عشان تحميهم وتوفر لهم مستقبل افضل. الواد يا عيني ما قدرش يمسك نفسه، صرخ صرخه قهر من جواه، محدش كان عارف ايه بيدور في نواياه. بيعاتب امه عشان عملت كده، والام بصت لاولادها نظره الوداع بتقول لهم الدموع في عينيها خدوا بالكم من نفسكم يا حبايب قلبي. الانفجار كان مرعب لاقصى درجه وسبب اضرار كبيره جدا في المدينه، بس لحسن الحظ الام حاوطت عيالها بدرع يحميهم من اثر الانفجار. وكم هو شعور صعب ان ترى امك وهي تموت امام نظرك. عدت كام سنه بعد الحادثه دي وهاو كبر وخلاص هيقفل ال 18 سنه. كان قاعد في المدرسه بيتعلم عن تاريخ الوحوش دي وازاي ظهرت من الاساس. فكل ده بدا لما اضطرب الزمكان سنه 263 ميلادي. اضطراب خلى الارض ترتبط بعدة ابعاد موازيه. بوابات ظهرت على الكوكب من العدم وطلعت منها وحوش تسبب فوضى وتدب الرعب في قلوب السكان. بس لحسن الحظ بعدها ظهر مجموعه من الناس عندهم قوه خارقه، كانوا 5 من اقوى المحاربين اللي جمعوا جيش ملوش اول من اخر على امل انهم يقدروا يتصدروا الوحوش دي ولا حاجه. عملوا منطقه امنه للبشريه تعيش فيها، ورغم الاحتياطات دي كلها الوحوش كانت احيانا بتغزوهم في اي وقت واي زمان. يعني امل البشر الوحيد دلوقتي هو ان الطلبه يتطوروا ويزيدوا مستواهم بقدر الامكان استعدادا لما هو قادم. والحصه خلصت على خير وهاو بيتعرض للتنمر من كل زمايله. بيقولوا له وقتها ايه المستوى العار ده؟ امشي ضعيف من هنا، ايه اللي زيك ملهمش مكان وسطنا. ربنا يعينك يا ابني والله. بنعرف ساعتها ان الواد ده لسه في المستوى الثالث يا عيني. اتريقوا عليه عشان مستوى اقل من فان واصحابه. هاو كان نفسه يمشي في حاله جنب الحيط، بس فان ابن الهرمه كان خنزير وما رضيش يسيبه من غير ما يعلم عليه.
بيهاجمه، ولكن الواد يقدر يتفادى شويه ضربات من ضرباتهم، بس لما الضرب بيزيد عليه ما بيقدرش يعمل حاجه، والواد اتهزق بمعنى الكلمه. ولكن تفتكر انه هيفضل متهزق كده كتير؟ لا والله. بوم الاسطوره لين في المكان، مستواها سابها البت دي جمدان، بوم وبدون مقدمات بتشمط الواد واحده بتلزقه ستيكر في الجدار. العيله اخدت قائدهم اللي وقع زي الهره ده ومشي قبل ما لين تعمل لهم حاجه. ايوه هو ده اخرك يا جبان منك ليه. وبنعرف ساعتها ان هاو بيتعرض للتنمر والمضايقات من الجميع بسبب حب اخته الزايد ليه، وانهم يعني شايفين انه عار وما فيش منه اي منفعه. الواد اعتذر من اخته عشان دايما بيتسبب لها في المشاكل. رجعوا على البيت عشان النهارده عيد ميلادها، والواد كمل 18 سنه اخيرا. الاب استقبلهم بحب وكان محضر للواد كيكته المفضله، ودي نفس الكيكه اللي كانت بتعملها الست الوالده الله يرحمها ويسامحها، يعني كانت ست طيبه وماتت وهي بتحمي العالم. هاو اتمنى ليه ولعيلته حياه هنيئه سعيده غامره، وانهم يعني يفضلوا مع بعض على طول. بيتمنى كمان تحصل له معجزه ويوقظ قوه ليس لها مثيل، ولكن ده ازاي بس؟ دي احلام العصر يا صاحبي. لسه ما بيلحقش يخلص كلامه يا عيني وبوم ضوء ابيض في المكان، وحش خطير يدب الرعب في قلوب كل السكان. يا حياه يا جماعه، ده هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ الشرطه الخاصه فورا بدات تطلق النار عليه من كل اتجاه، ولكن كل هجماتهم دي معدومه الفايده. الرصاص ما سببلوش ولا جرح واحد حتى. يا نهار ابيض، الوحش اتجنن على الاخر، بدا يقتل في الناس بكل وحشيه. هو وعيلته بيطلعوا من تحت الركام، والاب كان عاوز يحميهم، عشان كده كلم هاو بجديه وبيقول له بص يا ابني، انت كملت 18 سنه وبقيت راشد دلوقتي، جه الوقت ان اسيبك تعتمد على نفسك وتاخد بالك من اختك لين. عاوزك تحافظ على الحياه اللي امك ماتت عشان تقدمها لك انت واختك. انا هخرج دلوقتي اقتل الوحش ده واشوف دنيته ايه، وانت هيك مهما حصل تسيب اختك وتفكر تعمل اي حاجه. بيودعهم وبيخرج يقتل الوحش بكل جمدان. مستواه كان 9 بس ده ضعيف لأبعد الحدود. الوحش ده قوي بصورة تفوق الخيال. ايوه ده مش طبيعي. لا الاب بيحاول مهما يحاول، ولكن انتهت يا بالنسبه له. بوم بياخد واحده بالطياره من المكان. الاب بيغيب عن الوعي وللاسف مش عارف اذا كان مات ولا ايه ظروفه بالظبط. لين في الوقت ده بتشوف ابوها وهو في الحاله دي وبتخرج عن السيطره. اتجننت على الاخر واستدعت سلاحها السحر الاسطوري الخارق، واللي كان القوس الهجومي ده. هجمت عليه بكل قوتها، ولكن ده عند مامتها. الوحش صد سهمها السحر بسهوله وبقدراته الخاصه بيجمد البيت في مكانها. ده كده خلاص. الاب وبنته اتهزموا هزيمه ساحقه وما عادش فاضل غير هاو البطل اللي ساعتها ما قدرش يقف ساكت ويشوف اخته وهي بتموت قدام عينه. الغضب بيبان في عينيه، بيقف قدام الوحش بكل عصبيه وصرخ في اخته جامد اهربي، يلا اهربي وخد ابونا معاكي. لين ما كانتش عارفه تسمع كلامه ولا تعمل ايه، بس ما فيش خيار تاني قدامها حاليا. هاو وقف قدام الوحش مع انه عارف انها نهايته، ولكن ده عصب الوحش جامد. هو انتوا بتستهلوا بيا ولا ايه بقى؟ انت يا عار يا ابو مستوى 3 جاي تقف قدامي؟ لا ده كده خابت خالص. بوم بينقض على الواد بكل شراسه وبيخلص عليه، مش بيهمه، بيكمل على اخته علشان يقتلها البيه. هاو كان واقع على الارض عظمه متكسر ما فيهوش حته سليمه، ولكنه بيقوم من تاني على رجليه، بيحاول يعطلها قبل ما يوصل لاخته يقتلها. ولكن انت هتعمل ايه بس يا ابني؟ هوب خد واحده خلصت عليه وطاحت بيه ارضا. كل اللي قدر يعمله وقتها انه يراقب عيلته وهي بتموت قدام عينيه، بيفتكر مامته وبيعتذر منها على ضعفه وفشله وقله حيلته، وانه يعني ما قدرش يحافظ على وعده معاها وما قدرش يحمي اخته. بيغمض عينه فاقدا للامل، ولكن فجاه بيظهر له نظام اسطوري من العدم بيمنحه قدرات فتاكه وقوه هي الاقوى في هذا العالم. في لمح البصر بيختفي من المكان. ضرب الوحش بناره بكل جمدان. اللهب ده فعلا اثر فيه وخلاص دي نهايتك يالا. الوحش مش بيستسلم وبيمتص طاقه البشر اللي قتلهم عشان يتطور ويرفع قوته اكتر واكتر. بالفعل الوحش قوته بتزيد ومستواه بيوصل لحد 15. يا نهار مش فايت، هتعمل ايه قدامه يا هاو؟ الواد ما كانش عنده فرصه قدامه، على الرغم من كده فضل يقاتل، ولكن الوحش هاجمه بليزر قلل نقاط حياته لل1%. يا نهار ابيض يا جدعان. الواد وقتها عارف ان دي نهايته وانه خلاص مش هيقدر على حاجه، لكن تفتكر انه مش هيقدر يا زميل طالما معاه نظام عنتيل؟ فلا والله. الوحش كان على وشك التهامه، ولكن النظام عرفه باحدى قدراته المخفيه. على طول بيفعلها وبيهجم على الوحش بكل جمدان. الوحش مش مصدق ازاي الواد ده عنده هاله امبراطور اللهب الاسطوري نورتون. بس دي خلاص نهايتك يالا. هاو قدر بارادته وعزيمته اللي تهد جبال انه يخلص على الوحش المجرم ده في الحال. عاش بالجلاش ياض والله. المهم بقى هزيمه الوحش دوت ادت لزياده قوه هاو وخبراته، وده فتح ليه مساحته الداخليه عشان يطور نفسه يبقى اجمد من اول بكتير. النظام استخدم شويه نقاط خبرته عشان يشفيها قبل ما يقول له انه تم اختياره من قبل علامه مقدسه. دلوقتي كان مستوى 12
مع ان الاحصائيات لسه بتوريه انه من مستوى 3 مش اكتر. كل مره هيستخدم نقاط الخبره اللي جمعها ويربطها بالنظام هيقدر يطور مستواه بكل سهوله ومن غير ما يشغل باله باللي حواليه. بعدها الثلاثه تم نقلهم للمستشفى، وهاو راح عشان والبت حاولت تقنعه بشتى الطرق، تجيبه يمين تجيبه شمال، والدكتور ابن الهرم برضه اللي في دماغه قالها لها بالنص كده مفيش فلوس مفيش علاج. الراجل ده واضح جدا انه امريكاني الاصل، وده لانه طلب منهم فلوسه الاول. البت كمان قدامه سليم وما فيهوش اي خدوش. بيقول في عقل باله هو الواد ده اتحسن بسرعه من غير اي علاج كده ازاي؟ اكيد سرقه. قال كده في عقل باله، ولكن علشان انت غالي عليا بس قلت لك هو بيفكر في ايه يا صديقي. انزل حط لايك بقى يمكن نوصل 2000 مشترك ولا حاجه. المهم الدكتور الخبيث دوت بيكتم المشاعر كده ابوهم لا قدر الله ممكن يجرى له حاجه، وحالته البت اقتنعت بكلامه ولا حد ما، والدكتور الخبيث كان بيسمعهم. بيرن على حد من معارفه وبيقول له راقب لي الواد هوا خولين ده كويس وياك تشيل عينك من عليه. راقبه؟ طب ليه يا ريس؟ ده حسالة مفيش منه اي منفعه. رد عليه وقال له الواد بعد ما كان بائس تعبان مسكين بقى جامد وما بيهموش اي حاجه، فانا عاوزك تراقبه وتعرفني بكل اللي تعرفه في اسرع وقت ممكن. قال له استبينا يا معلم، اوعدك ان هراقبه بكل تفاني ومش هشيل عيني من عليه ابدا. سلام رجوله. بيخلص اليوم على خير، والتاني يوم هو يوم المسابقه. بيتجمع كل طلاب الاكاديميه عشان يسمعوا الاعلان الجديد وشروط المسابقه. المدير اللي كان من المستوى ال11 بالمناسبه يعني كان سعيد جدا، وبيقول لهم ان فلوس الجائزه للفائز السنه دي هتبقى 1,000,000 عمله بفضل مجموعه هانمو اللي راعت الحدث ده. بنت كبيره من المجموعه دي اسمها كيرمو كانت موجوده عشان تدور على المواهب الموجوده هنا وتشوف لو في حد عليه القيمه يعني. بيبان ساعتها ان البت دي مش سهله خالص وكانت من المستوى ال20. بتقول على الله لا حد كويس المره دي. مجموعه هانمو دي بقى صاحبي كانت متخصصه في قتال الوحوش واستكشاف الزنازين بغرض الحصول على مجوهرات واشياء نادره لابعد الحدود. كل طلاب وقتها اتشجعوا من الخبر ده وكانوا متاملين انهم ينضموا لمجموعه هانمو ولا حاجه، وده لانها واحده التفاصيل بتاعه المسابقه تم الاعلان عنها. اللي هيشاركوا هيتبعتوا لزنزانه تسمى بغابه الظلال، وغابه الظلال دي بقى فيها وحوش مستوياتها من 5 ل 15 قيم لما يقضوا على الوحوش السحريه بالداخل. بيسألوهم لو حد عنده أي أسئلة. الطالب ده اتكمل طريقه بعدها وقضى على كل العناكب الضعيفة اللي قدامه. الواد حرفيا مش راحم أي حاجة اللي صعب التخلص منه، بس ده مش بيفرق مع هاو. هوب حرقه بكل سهولة وبعدها عطاها له واحدة خلصت عليه ومحته من الوجود نهائيا. لا أنا جامد. بنت قالت له تمام وهم ماشيين. تيان بتقول له ما تستهنش بيا، أنا ممكن أكون ضعيفة في الهجوم ولكن ده عشان أنا معالجة متخصصة في سحر العلاج بس مش أكتر، لكن غير كده فأنا ممكن أعورك عادي، ما تجيش معاك اني بسكوتاه يعني. في مكان تاني بنشوف اعضاء فرقه تيانو اللي سابوها وهربوا متحصرين من وحش عملاق. واحد منهم اتصاب اصابه قاتله وفارق الحياه. الاتنين التانيين فضلوا يجروا هما كمان لحد ما واحد منهم يتمسك، لكن قبل ما الوحش ياكله بيستخدم لفافه انتقاله ورجع للاكاديميه. الثانيه كمان وكان هيودع. اخر واحد بالمناسبه هو قائد تلك المجموعه. بيفضل يجري باقصى سرعه عنده لحد ما قابل هاو وتيان. قاعد يترجاهم ينقذوه. بيتحايل على تيان انها تساعده رغم انه سابها ورا ظهره وما فكرش غير في نفسه. بيعتذر منها والبنت كانت متردده تعالجه بسبب اللي عمله فيها، لكنها قالت اما اعمل باصلي وخلاص. هو سابني وهرب عشان شخص زباله وانا مستحيل اكون وسخه زيه. بدات بالفعل تزود صحته وتعالجه شويه بشويه. هو حاول يوقفها لانه لاحظ حاجه وظبطها في دماغه، بس خلاص يا حبيبي الان فات الاوان. الوحش ظهر وكمل هجومه عليهم هما الاثنين، ولكن هوا انقذها. بيستخبوا في المكان ده وهوا لا مش حذرتك تساعديه. اهو دلوقتي الوحش يعتبرك فرد من فريقه هيحاول يخلص عليكم انتوا الاثنين. الوحش بيفضل يجري وراها والواد ابن الهرم لقى نفسه حر والوحش مشغول مع البت المسكينه، فقال في عقل باله دي فرصته وحاول يهرب، لكن تفتكر انه هيهرب في وجود الولد الخطير؟ لا مستحيل. هاو بيظهر من وراه بيمسكه من رقبته وبيضغط عليها جامد. بيهاجم الوحش بكل اريحيه. بينقذ تيان من هجمه والشيكه كانت هتصيبها، ولكن على مين؟ ده هاو بقوه التنانين بالشفا حزين. بعدها الواد بدا يعتذر على اللي عمله ويطلب السماح منها. انا كلب وضيع ذليل عويل ما فيش مني اي فايده، بعتذر منكم وبتمنى تسامحوني. العيال فعلا بدات تلين معاه، لكن ده وسخ من جواه. فاول ما خد باله ان هو اطمن له هجم عليه وحاول بكل وحشيه يقتله. غلبان ما يعرفش انه بيحفر قبره بايده كمان. لا بجد الواد ده جمدان، بضربه واحده بيخلص عليه وللامانه فنان. الواد بيتنل خارج الدماس وهو بيقع بداله الخنجر ده، وهاو كان فرحان لانه اخذ منه كل النقاط اللي جمعها، وده بيفسر ليه الشاب ده كان عاوز يقتله. بس ما علينا الوحش لسه ما اتهزمش، رجع يهاجم من تاني وهو في حاله غضب المره دي، بس غضب على نفسك يالا. هاو استدعى سلاحه وبدا
بيهاجمه بقوته الجباره، وبما ان الوحش ده مستخدم لسحر النار من الاساس ما تهزمش بالكامل، لكن ضغط ضربات هاو الشديده اثر عليه وسبب له بضعف في مناطق حيويه خطيره. الوحش ساعتها دخل في افظع حالات الهياج وبيدخل على الواد هيجان. هاو بيحبسه جوه الدرع الناري ده، وهدفه حاليا هو التقليل من قوته لاكبر قدر ممكن، وبعدها تيان تتعامل وتهديه. بيضعفه بالفعل، ومن ثم تستخدم تيان قدراتها العلاجيه الرهيبه اللي ملهاش مثيل وتنديه. بالفعل الوحش بيتحول لتنين صغير كيوت، وهاو اتفاجئ من اللي حصل ده. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ما بيديش للموضوع اهميه وبيستعد للقضاء عليه، ولكن التنين خاف جدا وجري على تيان واستخبى معاها بيتحامى فيها. جرى يا عم التنين يا وحش يا مهين، مش كنت عامل عضمضم من شويه وعاوز تقتل البنت المسكينه؟ دلوقتي جاي تتحامى فيها، انما انت خنزير بصحيح. البنت فعلا ولان قلبها طيب قررت تساعده وتحميه، بتطلب من هاو يسيبه، لكن الواد ما اهتمش لكلامها وكان عاوز النقط اللي هيكسبها بعد ما يقتله. بيستعد فعلا للقضاء عليه، وقبل ما خلاص يكسره بيمنع نفسه في اللحظه الاخيره. بيبص له كده وبيقول له ابتسم فقد عفوت عنك. جامد انت يا هاو والله. المهم ان بعدها ولا كان على عكس المتوقع والغريب بصراحه، الواد بيحصل على نقاط بالرغم انه ما هزمش الوحش، والنظام بيعرفوا ان ده بسبب انه روضه وخلاه يحس بخوف اوسخ من الموت. هاو ساعتها فرح وتيان بتشكره لان سمع كلامها وما رضيش يقتل الوحش اللطيف. قال لها ولا يهمك يا بنت عادي، كلها حاجات بسيطه على العبد لله. بعد كده بيدخل على نظامه السري عشان يشوف عنده نقاط قد ايه. بيفتح فعلا وبيتفاجئ ساعتها. يا الهي ماذا ارى، يا للهول ماذا جرى. دول كانوا كتير، وكتير دي شويه الصراحه، دول كتير جدا. بيقرر وقتها انه يفتح مهاره جديده هتفيده قدام اكيد. عين الحقيقه، مهاره مفيده بتمكنك من قراءه كل تحركات العدو بسرعه ورشاقه ما لهمش مثيل. بيرجع للعالم الحقيقي بعد ما اطمن على حاله وماله. بيلاقي تيان ماسكه بيضه مميزه وكانت متاكده انها كنز التنين الصغير اللي كان بيتكلم عنه من شويه. الوضع على طول تفحصها وعارف انها نادره جدا ومش موجود منها كتير في هذا العالم، لدرجه ان النسبه بينها وبين البيض العادي 1 لكل 100 في الألف. في الوقت ده كانت كيرمو بتراقب اداء طلابه هو على وجه الخصوص، وكانت شايفه ان اللي بيحصل مثير للاهتمام. ده هو الواد ده بقى انه هيعملها ولا ايه؟ ايوه كده لعيب، وريهم مين هو الاسطوره الحقيقي. بفعل الوضع بيسمح لكل الطلبه برؤيه ترتيب المتسابقين واماكن باقي الفرق. واحد من اتباعه فهم ان التغيير ده معمول عشان يخلي الطلبه يتقاتلوا مع بعض. هؤلاء الخبيثه ده هم ناويين على ايه بالظبط؟ هاو كان جمع نقاط كتير جدا، وفان كان في قمه سعادته وقتها. الواد ابن الهرمه صديقي شايف ان التحديث ده مهم جدا، لان فان كان ناوي يتفق مع فريق تاني اساسا، وده علشان يخلصوا على باقي المنافسين بسهوله ويكونوا هم التوب في المسابقه دي. لكنهم ما كانوش يعرفوا ان هاو بقى قوي جدا واصبح قادر على هزيمه اي طالب يحاول يقرب له وياخد نقاطه. بس مش دي المشكله، لا، ده اللي زاد وغطى كمان هو ان هاو وتيان بقوا في المراكز الاولى، والاول هو كذب ولسه هيكذب النهارده كتير. هاورين هاو اصلا كان عارف ان ولاد الهرمه كلهم هيجوا عليه ويحوطوه من كل اتجاه عشان يغلبوه وياخدوا كل نقاط نهائي للمنافسه. الفاينل بوس يابا والشغل عالي جامد طحن. انت بتتكلم في ايه؟ بيبص لتيان وبيقول لها معايا حته. معاك يا باشا. بينطلقوا لملاقاته بالفعل ولكنه لا ما تقوليش اهم حاجه يا لوزه، طول ما انا معاك ما تقلقيش مفيش حاجه تحت السيطره. بيتجهوا المكان الزعيم وبعدها بيستخدم وضع التخفي هو وتيان عشان يستخبوا وسط الشجر ومحدش يحس بيهم. والباقي اظنك قادر تتنبأ بيه يا زميلي. فان وفريقه بيوصلوا للمكان وبيستغربوا لما مش بيلاقوا هاو هنا. هو راح فين الواد ده؟ ما بيلحقش يخلص كلامه يا عيني ويلاقوا قدامه وحش مرعب بكل المعاني. ايوه ده هو الزعيم الاخير للعبه يا حبيبي. وريني بقى هتقدر تعمل معاه ايه؟ مش كنت جاي تتشطر على حته عيل غلبان وضعيف؟ اهو جالك اللي مش هيريح بالك. العيال اللي معاه اول ما شافوا الزعيم وانه من المستوى ال20 خافوا جدا وما كانوش عارفين ايه ممكن يحصل لهم وقتها. لكن فان حب يعمل نفسه تضع الى حد ما كان في صالحهم شويه في الاول، بس ده كان في الاول وبس يا صديقي. خطه هاو كانت ماشيه كويس، بس دي البدايه زي ما قلت لكم من شويه. بالفعل الوحش بيغضب وبيخرج عن السيطره، بيرفع من مستوى قوته وصلابته، ودلوقتي بس ما عادش بيهزر ابدا. تفتكر انه بكده خلص الموضوع؟ لا والله، ده كمان بيستدعي فريق من الاتباع بنص قوته تقريبا. يا الهي، بداوا يهاجموا طلاب ويقتلوا فيهم بلا اي رحمه، والعيال وقتها خافت جدا وتملكها الذعر. بداوا يهربوا بكل سرعتهم. فان بيصرخ فيهم وبيحاول يطمنهم ولكن لا حياه لمن تنادي. دول برضه مش بيسمعوا كلامه، هم اصلا مش واثقين فيه اساسا. تيانا عرفت وقتها انهم في ورطه كبيره وانهم كده ممكن يخرجوا من المنافسه لو هاو ما تدخلش لوحدهم دلوقتي. الواد ساعتها قرر يدخل ويعمل دخله قويه تصيط وتبهر كل الموجودين. احسن والله، كده ما كانش في منكم اي منفعه، شويه عاهات والله. فان ما كانش مصدق انه واقف في فخ هاو، اما ينتقموا منه.
البطل كان مستعد يواجههم كلهم، لكن الزعيم النهائي كان لسه موجود. الوحش قدر يمسكهم كلهم بجذوره ما عدا هاو اللي كان مركز وقدر يتفاداها هو وتيون. هاو لاحظ ان الوحش دخل شكله النهائي، وبصراحه شكله كان شبه شجره عملاقه مرعبه، فما كانش عايز يبقى ضحيه ضبابه اخضر عارف انه سم. نبه فريقه يغطوا بقهم، وبعدها استخدم مهاره تقلل تاثير السم عليه. لحسن حظهم ان هاو كان موجود وقدر يشتت الضباب واقنع الباقيين ينسحبوا لو مش عايزين يخاطروا بنفسهم. وفي الاخر ما فضلش غير هو وفان وتان، ولكن هاو بس هو اللي كان قادر يواجه الزعيم. الوحش استخدم كل هجماته عليه، لكن ولا واحده فيهم جابت نتيجه. هي قون الوحش كان سايب كريستاله خضراء، هاو اخدها واداها لتين لانه حس انها تستفيد بيها اكتر منه. قبل ما تشكر الارض بدات تهتز والبوابه كانت بتقفل بسرعه من التوتر. تين وقعت وده ضيع وقت هروبهم. هاو ما كانش قدامه حل غير انه يرميها جوه البوابه، ولحسن حظه كان معاه لفافه انتقال استخدمها علشان يهرب. وصل للمدرسه لكنه لقاها متدمره كأن حرب قامت فيها. هو دخل فورا في وضع التخفي واستخبى لما حس ان في حارسين جايين، ما كانش عارف هم مين، لكن النظام ساعده وقال له انهم من مجموعه المرتزقه النمر الاسود، ودي جماعه معاديه لعائله كومو. وزعيم المجموعه دي كان اترفض من المنطقه الامنه قبل كده لما كان بيعتدي على ناس ابرياء من غير سبب. المجموعه كانت خاطفه شويه طلبه، وكمان كانوا ماسكين كوركا رهينه. تين كانت واحده من اللي اتمسكوا وسلموها للكابتن اللي كان شخص منحرف وكان ناوي يعمل فيها حاجات وحشه، بس هي عضته. الراجل اتعصب جدا ومد ايده وضربها على وشها، وده خلاها تقع على الارض. ما وقفش عند كده، ده كمان ركلها وفضل يضربها بالقلم. سونج كان مربوط بس ما قدرش يستحمل اكتر من كده، قام وهو باين عليه الغضب وجري ناحيه الراجل، وبقوه جري واصراره قدر يبعد الراجل عن تين. والراجل اللي كان في المستوى 13 قام وادى فلك ما رجعته لورا. بعد كده طلع مسدس ووجهه عليه، ففان تقبل مصيره. فجاه الراجل حاسب حاجه في ظهره، وطلع ان هاو اللي غرس فيه سلاح نابل عنكبوت، وكمان خلص على الحراس اللي كانوا موجودين. بعد كده هاو فك قيود فان بعد ما عرف من تين انه كان انقذها. اداله السلاح وشجعه يخلص على المجرم، وقال له لو ما عملش كده الراجل هيرجع يخلص عليه. فان ما ترددش خالص وقتل الراجل، وده خلاه يطلع من في المستوى 6 الليفل 10. راح بعد كده علشان يرجع السلاح، بس هاو قال له يخليه معاه. المتنمر السابق كان ممتن للتصرف ده، فقرر يبقى تابع لهاو، وده خلى تين تعترض على القرار. هاو ما كانش عنده مشكله، بس طلب منه يثبت نفسه الاول عن طريق انه يحمي باقي الطلبه. اما هو فكان ناوي يروح ينقذ كيمو. تين كانت قلقان عليه وعايزه فان يروح معاه، بس هاو رفض المساعده وقال انه عارف هو بيعمل ايه. الولد ما ضيعش وقت وطلع بره وخلص على حارس واحد، وبعدين مسك التاني تحت ايديه السكينه وسال هما مخبيين كيا ومو فين. قبل ما يقدر ياخد اجابه، نائب قائد في المستوى 28 دخل فجاه وخبط هو وقعه على الارض. راح عليه علشان يخلص على الولد، بس هو تفادى الرصاصه. نائب القائد نادى تعزيزات علشان يتخلصوا من الضيف الغير مرغوب فيه، لانه شاف هاو خصم مش سهل. بداوا يضربوا على الولد نار، لكنه تفادى كل الطلقات، بس هو هاجم بحركته المعتاده بالنار، بس ما كانش ليها اي تاثير. بعد كده حاول يجرح الراجل، بس درعه كان قوي جدا. الشرير كان باين عليه شبه ايرون مان من تامو، وحتى طلع اشعه من صدره كادت تخلص على هاو، وكان واضح ان الولد اخيرا قابل حد قوي. الراجل استدعى اشعه ليزر زياده يضرب بيها عدوه، وهاو كان بيعاني شويه عشان يصدها. كان عارف انه هيتغلب لو ما لقاش حل. طلب مساعده من السيستم، فالسيستم اقترح عليه يطور مستوى الرابط بتاعه. ما كانش عنده خيار غير انه يوافق. فتح قدره دفاع جديده خلته يتحمل كل الطلقات اللي جايه عليه. كان باين ان نائب القائد كسب، لكن لما واحد من جنوده قال له ان هاو لسه عايش، امرهم كلهم يفتحوا النار عليه ويتخلصوا من الازعاج ده. هو قدر يتفادى كل رصاصه اتضربت عليه. هو كمان يقدر يخلص على كل التابعين الضعاف قبل ما يستخدم تقنيه الانفجار الجديده على نائب القائد. في الاول كان باين ان مفيش حاجه حصلت، بس بدلته بدات تسيح زي الشوكولاته تحت حراره عاليه، وفضل الراجل واقف بالبوكسر بس. هاو كمل عليه ضرب جامد، وبعدين ركله ناحيه شجره. الراجل بدا يترجى يسيبه حتى عرض عليه مفتاح كنز. لما هاو فتحه لقى جواه حاجات كتير قيمه، فطلب من السيستم يحول تقريبا كل الحاجات دي لنقاط خبره، لانه كان عارف انه محتاج يرفع مستواه عشان يقدر يواجه باقي الاشرار في مكان كيمو. السيستم اداله اختيار، يا اما يفتح مهارات دعم اكتر، يا اما يفتح حساب جديد يديه قدرات مختلفه. السيستم شغال بطريقه بتسمح لهاو يوصل لاكتر من حساب بمواضيع مختلفه. هاو الحساب فتحه كان حساب الامبراطور القرمزي، واللي اداله القدره يستخدم كل قوته الناريه مع السيف المميز. ولما شاف ان الحساب الجديد ممكن يقوي قدراته قرر يفتحه، وده اداله قدرات كريزي موس، وهو عالم مجنون عبقري من بعد تاني. الراجل ده
الحقيقه كان قوي جدا لدرجه انه دمر العالم اللي كان عايش فيه. لما هاو فعل الحساب كان متوقع قوه رهيبه، لكنه استدعى روبوت ذكاء صناعي بس، وده ما عجبوش. الروبوت اللي كان من اختراعات موس شرح كل قدرات سيده، واللي كانت بتشمل الهندسه وصناعه الاسلحه وكمان الكيمياء السحريه والتعويذات وعلم الاحجار الكريمه. الروبوت قال ان هاو بقى عنده قدره يفكك اي حاجه ويرجع يكون منها ادوات ميكانيكيه زي ما هو عايز، وهو ورى له ده عملي لما هاو اداله قنبله وخيوط عنكبوت كان جمعها من الدنجن فعمل منها قنبله لزقه. هاو اقتنع بقدراته الجديده وطلع مجموعه ادوات عشان الروبوت يستخدمها ويصنع اسلحه جديده، وبعد كده خرج من عالم السيستم عشان يبدا مهمه الانقاذ. كيمو كانت محتجزه في صاله الالعاب بتاعه المدرسه، ولما وصل شاف ان الحارسين بتوعها متحولين لتماثيل. سمع راجل بيتكلم معاها، فلما قرب يشوف بهدوء اكتشف ان زعيم العمليه دي كان في المستوى 38، وسمع ان الراجل استخدم تقنيه خاصه بتتعمل مره واحده اسمها عين ميدوسا عشان يشيل حركه الحراس، والطريقه الوحيده لانقاذهم كانت باستخدام دموع ميدوسا. هاو افتكر انه كان خد الاداه دي من صندوق الكنز اللي جابه من ايرون مان بتاع تامو، فراح جنب الحراس واستخدم الاداه عليهم عشان يرجعهم لطبيعتهم، بس ما حصلش حاجه. القائد كان موجود عشان يتكلم مع كيمو في شغل، وعدها ان زعيمهم هيخليها الرئيسه الجايه لمجموعه هانو، لكن في المقابل كانوا عايزين خريطه نشر المنطقه الامنه. البنت رفضت تخاف منه، كانت مستعده تواجه مصيرها، بس هو انقذها في اخر لحظه لما الراجل كسر الحاجز الواقي بتاعها. هي عرضت عليه تديله 10 مليون زياده غير المليون لو قدر يحافظ عليها من غير ما يصيبها خدش واحد. هاو بدا الهجوم بهجمه ناريه، وكان متوقع انها تديهم فرصه يهربوا، لكن ما اثرتش خالص على القائد اللي الغى الهجوم بسهوله وركل الولد بعيد. لكن الولد رجع تاني بالدرع والسيف عشان يحمي البنت، وبداوا الاثنين يتبادلوا الضربات. هاو اكتشف بسرعه انه ما عندوش اي فرصه لما الشرير اخد 20% من صحته بضربه واحده وبعتها طاير. كيمو شافت ان الولد غلبان ما عندوش اي امل وقالت له يهرب، بس هو رفض لانه كان محتاج الفلوس دي علشان ينقذ ابوه، فكان قدامه حل واحد بس يكمل ويحاول ينجو. استخدم القنبله اللازقه وهو متامل تعمل حاجه مؤثره، لكنها غير انها مسكت القائد شويه وخدت جزء بسيط من صحته قدر يفلت منها عادي. القائد ضرب هاو ضربه تانية وهاو صدها بالدرع، بس القوه كانت اكبر من تحمله. الولد فهم ان الطريقه الوحيده عشان يكسب هي انه يستخدم دماغه، ولحسن حظه الروبوت كان خلص تصنيع سلاح فاستدعاه. كان مدفع جاتلينج استخدمه عشان يشتت خصمه، وده اداله فرصه يضربه بخنجر ضربه واحده في ظهره، لكن القائد رد بضربه بنفس القوه تقريبا، وكانت قريبه جدا انها تخلص على صحه هاو بالكامل. زعيم المتسللين كان متعصب لانه اضطر يستخدم قدره خاصه عشان يفضل عايش في المعركه الغبيه دي، ولو ما استخدمهاش كان زمانه مات. صحته رجعت بس الاقل من النص شويه. قرر ينهي القتال باستخدام مصلح حوله المخلوق شبه المستذئب. هاو كان متاكد انه خلاص كده انتهى، وكمان انا، لكن الحظ لعب دوره في اخر لحظه لما اتنقز على يد الحارسين الاثنين الثنائي في المستوى 40. استخدموا قبضاتهم الروحيه وشلوا حركه الشرير. في اللحظه دي هاو كان على وشك الموت، فسي ار امرت واحد منهم يعالج الولد. تعافى في نفس اللحظه واتسحب القائد واتجابوا قدامه عشان يخلصوا عليه. هاو ما رمش حتى، في الحقيقه ما رمش ولا مره، هو بيستخدم سيفه وينهي الشرير للابد، رغم ان الراجل كان متوعد ان موته هيبقى سبب هلاكهم كلهم. الست انبهرت جدا بالولد وطلبت منه ينضم لمجموعتها. هو رفض وقال ان كل اللي عايزه فلوس وبس. حاولت تغير رايه لما قالت له انه هيبقى عنده وصول لمعدات وموارد رهيبه، وكمان قالت له ان عيلته هتعيش في اكتر مكان امان اللي هو المنطقه الثالثه العليا بعيد عن اي هجوم وحوش. هو ما وافقش ساعتها، بس خد الكارت الاسود اللي كيمو عرضته عليه. بسببه ابوه اتنقل لغرفه الفي اي بي وما اضطروش يدفعوا ولا مليم علاج لان المستشفى كانت تبع لمجموعه هانو. كبير الدكاتره دخل يطمن عليهم واعتذر عن المعامله اللي حصلت قبل كده، وامر الممرضات يجيبوا اقوى تريا عندهم للمريض. يونفاي كانت عايزه تعرف ليه خد الكارت الاسود، وافتكرت انه كان رفع مستواها، بس هو في خيالها الواسع. فجأة ممرضتين دخلوا جري وهم في حالة هلع وقالوا ان كل افضل الادوية اللي في الخزنة اتسرقت. هاو سمع كلامه واستدعى رابط الذكاء الاصطناعي علشان يساعده. هو بس اللي كان شايفه وسأله لو يقدر يركب الدواء لابوه، بس الروبوت قال له ما يقدرش لان هاو ما طورش مستوى الرابط مع موس ومشي. الممرضات قالوا ان مفيش اي ادلة غير رسالة واحدة مكتوب فيها حاكم الوحش. الدكتور قال لهم ان الادوية اللي فاضلة عندهم هتعالج الاعراض بس مش السبب الاساسي، والطريقة الوحيدة علشان يرجعوا الدواء المسروق هي انهم يحاولوا يستولوا عليه وقت ما اللي سرقوا يحاولوا يبيعوا في السوق السوداء. هاو واخته راحوا يقابلوا البايع وهم ماشيين هي عرفت ان اخوها هو اللي انقذ كيمو وعشان كده ادت له الكارت الاسود. اخيرا قدروا يحددوا مكان المقابله، بس لما وصلوا ما لقوش حد هناك. يونفاي شافت صندوق وراحت تفتحه وهي فاكره انه فيه ترياق. هاو ما لحقش يحذرها، والنتيجه ان الاثنين اتحبسوا كل واحد في حاجز سام منفصل وما كانوش قادرين يكسروه. هاو في الاول ما شافش الموضوع مشكله كبيره لانه معاه السيستم، لكن لما فتحوا السيستم حذروا انه هيقفل بسبب السم اللي هيقطع الاتصال بينهم قريب، وقال له لازم يخرج من الموقف ده عشان يشتغل
تاني. في اللحظه دي هاو رجع لنقطه الصفر. صوت لفت انتباهه واتضح ان اللي ورا الموضوع دكتور فاسد في المستوى 10 كان عامل السم ده مخصوص علشان يمسك هاو. خطته كانت يسلمه الحاكم الوحش، بس كل ده اتبهدل لما ست اسمها كو انقذتهم. ضربت الدكتور وبعدين فجرت الحاجز. وبينما هاو كان بيطمن على اخته المجرم هرب بسرعه من غير ما يبص وراه. هاو الست الجديده جري وراه، لكن طلع الدكتور بيجري بسرعه غريبه وسبقهم. هاو ما كانش يقدر يستخدم السيستم لسه، بس كان لسه معاه قوته القتاليه، فاستخدمها وعمل حركات باركور مجنون علشان يسبق الدكتور. الراجل اختفى بجهاز غريب، والسو عرفت انه تابع مجموعه هانجنج. لما شافت الشعار هاو حس ان اخته في خطر فجري يرجع ليها، لكنه وصل ولقاها مخطوفه. البطل ما كانش يقدر يعمل حاجه لان السيستم كان لسه مقفول، وكل اللي يقدر يعمله انه يتفرج وهي بتضيع منه. فجاه واحد اسمه اناندا انقذها لما نط برجليه الاتنين على وش الدكتور. يون فاي عرفته على انه طالب اكبر منها في المدرسه، وكان معروف انه عبقري، لكن اناندي كان متواضع وانكر الكلام ده. المره دي هاو اتاكد ان المجرم ما يهربش. خد الترياقه وبعدين استخدم جسم الدكتور كانه كيس ضرب، لكن حظ الدكتور كان معاه لما واحده من اتباعه جت وانقذته وحطت تعويذه سيطره على العقول على هاو اللي معاه. شالته وكانت ناويه تمشي، بس الدكتور فاق ورجع ياخد الترياقه قبل ما يهربوا. في اللحظه دي السيستم صرف نقاط زياده وخلى هاو يقدر يتحرر قبل ما الدواء يتاخد. الست حاولت تمسكه تاني بس المره دي ما نجحتش. هاو هاجمها لكنها شتته باستدعاء وبعدين اختفت. الدكتور الضعيف بدا يترجى يسيبه يعيش وطلع مصله حقن نفسه بيه. هاو قدر يطعنه في صدره، لكن تاثير الماده الغريبه كان بدا يظهر، فتحول لوحش ضخم قبل ما يختفي علشان يرجع يقتل في يوم تاني. سو قالت لهاو ان في مزاد خاص هيحصل في نفس الليله. هو ما كانش عايز اخته تروح معاهم فطلب تاكسي يوديها البيت. الولد كان فاهم ان سو ليها علاقه بكيمو لانها ظهرت فجاه وانقذتهم. شكرها على اللي عملته وهي سالته لو يعرف انشاند لانها حست ان اطراف تانية كمان مهتمه بيه. هو قال انه ما يعرفوش، لكنه كان مبهور من انشاند عمل حاجه كويسه واختفى من غير ما يقول ولا كلمه. وصلوا في الوقت المناسب للمزاد بتاع السوق السودا، واللي كان شكله كانه موجود في عالم تاني. اول قطعه اتباعت ب 3 مليون، وكان اللي اشتراها اناندي اللي كان حاضر المزاد. هو ما قدرش يصدق ان واحد صغير كده ومش معروف عنه نفوذه ولا ثروه يملك المبلغ ده. الروبوت الذكاء الصناعي بتاعه ظهر وعرض يساعده يقيم قيمه الحاجات اللي بتتباع عشان ما يضيعش فلوسه او يشتري حاجات ملهاش لازمه. لحد اللحظه دي كل الكنوز اللي اتعرضت في المزاد كان اناندي هو اللي بيشتريها. هو عارف ان زميله في المدرسه تابع لمجموعه شبه مجموعه هانمو. سو قالت له ان لو وافق على عرض سي ام او انضم لمؤسستها كان هيبقى معاه فلوس يشتري بسهوله كل حاجه بتتعرض. القطعه اللي بعد كده كانت مخطط تصميم معموله على ايد مهندس اسطوري، وكان معروف ان الوصول للمستوى ده صعب جدا واقل من 10 اشخاص بس اللي وصلوا ليه. وبما ان المخطط كان معقد جدا ما حدش كان فاهمه ولا عايز يشتريه. سعره كان قليل جدا مقارنه بقيمته. كل الحاضرين اتفاجئوا وضحكوا لما هاو رفع ايده واشتراه ب 2 مليون. استلم القطعه فورا، والسيستم قال له ان ده مخطط لآلة ميكانيكيه قتاليه، وكمان رفع مستوى الآلة ل 20. هاو عجب الكلام ده لانه ممكن يساعده في قتال الوحوش. اخر واغلى قطعه في المزاد كانت جرعه احياء خاصه بقزم غاضب، وابتدت المزايده عليها من 100 مليون. سو وضحت لها ان الجرعه دي تقدر ترجع الميت للحياه، لكن ليها اثار جانبيه، منها ان الشخص بيتحول لقزم مسكون بالغضب وعطشان للدم. هاو سأل روبوت الذكاء الصناعي اللي سماه فايس لو ممكن خبير كيمياء سحريه يصنع جرعه زي دي، لكنه قال ان ده مستحيل لانه ابعد بكتير من علم الادويه وكمان حاجه غير اخلاقيه. واثناء كلامهم انشاند اشترى الجرعه ب 300 مليون، وده خلى هاو يتساءل هو ناوي يحيي مين. المزاد خلص ولما كانوا ماشيين في الشارع انشاند قرب من هاو من وراه، بارك له على انه اشترى حاجات كتير وساله اذا كانت جرعه الاحياء بتشتغل فعلا. الطالب الاكبر قال له انه مش متاكد، لكن الفكره نفسها بتدي الناس شجاعه تعدي حدود البشر لان عندهم امل انهم يمكن يرجعوا للحياه. قبل ما يمشي اناند ادى هاو واحده من الحاجات اللي اشتراها، وكانت عباءه طيران كان هاو نفسه فيها جدا. رغم ان الطالب صرف عليها 6 مليون ما كانش عنده مشكله يديها له، وقال بشكل عشوائي ان اخته هاو لطيفه. الولد دخل عالم السيستم عشان يصنع الآلة الميكانيكية باستخدام المخطط اللي اشتراه بمساعدة قدرات موس. كان عايز يصمم الآلة على شكل أمه، لكن أثناء التنفيذ السيستم بعت تنبيه إن في حاجة بتتدخل في العملية. ولما التصنيع خلص الآلة اللي ظهرته قدامه ما كانتش شبه أمه خالص. لما بص على شكلها هو ما قدرش يصدق إنها في المستوى 20، لأنها كانت باينة ضعيفة جدا وهي لابسة زي خادمة. لكن روبوت المساعد بتاعه قال إن قوتها فعلا على المستوى المطلوب. هو قرر يسميها نانا، والآلة جريت عليه وناديته يا سيدي. واتضح إن الشخصية الحقيقية اللي مسيطرة على الجسم ده كانت ملكة ميكانيكية قوية اسمها أرينا، وجاية من حضارة متطورة قائمة على السيليكون، وكان عندها خطط تسيطر على البعد ده بعد ما اتولدت من جديد. هاو ما كانش يعرف الكلام ده، وبعد كده عرفها على عيلته وقال لهم ان دي المساعدة الجديدة اللي هتساعدهم في التنظيف والطبخ وكل حاجة. في الوقت ده كانت بتغسل المواعين، وكانت كارهة كل لحظة في الشغل ده لانه اقل من مستواها، لكنها كانت مضطرة تمثل انها راضية، وكانت ناوية تتخلص منهم كلهم اول ما تتحرر من الجسم اللي محبوسة فيه. وفي نفس الوقت في الأكاديمية كان في عرض علشان يتكلموا عن
عن الحادثه اللي حصلت. المدير جمع الطلبه علشان يشكر البطل اللي انقذهم، ولما اعلنوا ان هو المنقذ، الناس اللي كانت شايفاها قبل كده فاشل ومش قادر يرفع مستواه بدات تشك فيه، حتى افتكروا ان المدير استخدمه عشان يخبي هويه البطل الحقيقي. فونج اللي كان عارف الحقيقه مسك واحد من الطلبه اللي كان بيتكلم عليه وحش وقال له يراجع نفسه، لانه وقت ما هاو كان بينقذ الكل هو كان مرعوب. هاو ما كانش فارق معاه ان محدش مصدقه لانه عارف الحقيقه، وده كان كفايه بالنسبه ليه. المدير طلب من الكل يسكت وطلع كومه فلوس كبيره كانت هتتقدم لهاو، وكمان اداله لفافه صندوق كنز كانت غاليه على المدرسه كهديه لانه احسن خريج الاكاديميه شافته. لكن قبل ما الحفل يكمل جه انذار ان وحوش كتير بدات تخترق المنطقه الامنه، وبعض الوحوش دخلت الكليه وبدات تهاجم عدد كبير من الطلبه وهم بيحاولوا ينزلوا للملجأ تحت الارض. اللي كانوا اقوياء فضلوا يقتلوا، واحد من المدرسين اتضرب ضربه واحده واتغلب تماما، لكن اللي كانوا لسه عايشين شافوا هو بيضع الوحش بضربه سيف سهله جدا. امر باقي الناس ينسحبوا، وقف مستعد يواجه وحش على شكل فرخه كان شكله غريب. فونج وتيون وقفوا وراه عشان يساعدوه في قتال الوحش ده. البطل قال لهم يفضلوا قريبين منه لان الوحوش اللي جايه كلها هتبقى في المستوى 15 او اعلى. بص عليها هاو شاف ان دي فرصه مثاليه اليوم عشان يزودوا في المستوى ليهم. فكرته كان انه ينزل صحه الوحش لحد ما تبقى قليله كفايه، وساعتها فون وتين هم اللي يدوا الضربه الاخيره، وده يخليهم يرفعوا مستوياتهم. كان وحش الفراخ ايما هو اول تجربه، وتين هي اللي خلصت عليه في الاخر. خرجوا بره بس لقوا ان الوضع اسوء بكتير لان المدينه كلها كانت تحت الهجوم. بقى كان بيفكر عاملين ايه اهله، بس ما كانش عنده وقت يفكر كتير لان هو وفريقه بقى محاصرين بالوحوش. الوحوش هجمتهم وهي فاكره ان الانسان ضعيف، بس هو صد الهجوم بسهوله وكان قريب يقضي عليهم بحركه واحده. الثلاثه فضلوا يقتلوا في طالبين تانيين كانوا بيتفرجوا على هو بيساعد اللي معاه يرفعوا في المستوى، وهم توسلوا ليه يخليهم يقتلوا معاه، بس هو عدى من جنبهم وقال لهم يجروا بسرعه ويستخبوا تحت الارض في الملجأ. تين لاحظت ان هاو شكله جد جدا فسالته ماله، قال لها ان مستوى الوحوش هيعلى اكتر واكتر ومش متاكد لو حد هيبقى قوي كفايه ينقذ الكل لو وحوش اقوى فضلت تتنقل بالمكان. وكمان كان مشغول بيفكر في اهله لانه لو ظهر وحش اقوى من المستوى 20 نانا مش هتقدر تتعامل معاه. في نفس الوقت عند المكان اللي فيه نانا لاحظت شيطان شبه اللي قتل ام هاو وكان طاير في السماء وهي بتنظف الشباك. هاو ما كانش يعرف الوضع هناك عامل ازاي، ففضل هو والتانيين يضربوا الوحوش، وده خلى فون وتين يوصلوا لمستوى ال 15 وال 13 بالترتيب. وبعد ما بقوا اقوياء بدرجه كويسه هاو اقترح انهم يتفرقوا. فون وتين اتخانقوا على مين فيهم يمشوا ورا سيدهم، بس هاو قال لهم يسكتوا ويسمعوا التعليمات. استخدم عين الحياه بتاعته عشان يحدد يروحوا فين بعد كده. امرهم يروحوا ينقذوا شويه طلبه كانوا محبوسين وبعد كده يدخلوا الملجأ. اما هو فكان يروح قسم المدرسين عشان ينقذ شويه ناس هناك، وهو في طريق النظام قال له ان عنده حوالي 210,000 نقطه جاهزين يستخدمهم زي ما هو عايز. النظام ادى اختياره انه يفتح حساب جديد لملك المجد او يطور مستوى الربط مع الحسابات اللي كان فاتحها قبل كده. هاو قرر يحط كل النقاط في تطوير مستوى الربط مع امبراطور اللهب القرمزي، وده هيسمح له يكتسب مهارات جديده وقوه اكبر. قدر ينقذ مدرس ومعاه طالبين من وحش حصان في المستوى 18. بعد كده راح لغرفه التجميع لانه حس ان في حد هناك. الشخص اللي كان مستخبي جوه كان طالبه اسمها شوهي، هي شافت الفوضى كفرصه تاخد شويه من الكنوز اللي في المدرسه كانت محتفظه بيها. سمعت حد جاي فاستخبت، بس لما شافت انه هاو هجمته بمقذوف جليده وهو تفاداه. هاو ما كانش فاهم هي ليه موجوده هنا في وقت الكل كان بيجري عشان ينقذ حياته. البنت قالت له يخليه في حاله واتضايقت لما هاو قال لها انه موجود علشان يساعدها. قامت ضربه عليه شويه هجمات جليد كمان. هاو بدا يشك اذا كان لها علاقه بهجوم الوحوش ده، كان عارف انها كمان مخبيه مستواها الحقيقي لانها كانت اقوى بكتير من اللي باين عليها. البنت انكرت ان لها اي علاقه باللي بيحصل والاتنين استعدوا يتخانقوا، بس فجاه غوريلا ضخمه في المستوى 45 اقتحمت المكان ووقعت البنت من الهواء على الارض. الوحش كان داخل ياكلها بس هاو دخل في اللحظه المناسبه وانقذها. هي شكرته على انه انقذها وبعدين قالت له يجري لانه ضعيف ومش هيقدر يواجه الوحش ده. هو قال لها ان هو كمان كان مخبي قوته الحقيقيه، وبعد كده اداها جرعه تعافي ترجع لها طاقتها. من اول هجوم للوحش هو عارف انه لازم يتعاون مع البنت دي عشان يقدروا يقضوا عليه. الوحش اتضايق انه مجرد بشر فاكرين انهم يقدروا يقفوا قصاده وبدا القتال ما بينهم. الاثنين كانوا فريق كويس لانها خلقت فرصه خلت هو يضرب الوحش من وراه وياخد جزء من صحته. البنت كانت مقاتله قويه وخفيفه وسريعه جدا، وبصراحه الغوريلا الضخمه كانت بتتغلب رغم انها بدات تاخد القتال بجديه. الغوريلا مسكت هو وخبطته في الارض جامد زي ما هالك عمل مع لوكي، بس هو قدر يفلت وسبب جرح قوي في وش الوحش ما كانش عايز ينهزم لوحده، فحاول صحته البلور التفجير الذاتي وكان ناوي يخلص عليهم معاه. شوهي حذرته الانفجار هيبقى ضخم جدا ولازم يبعدوا عنه على قد ما يقدروا، بس هو ما كانش من النوع اللي بيجري فعمل العكس وقرب منه اكتر. دخل في قتال قوي مع الوحش. شوهي قررت تساعده فضربت رمح جليدي ضخم والوحش اضطر يصده. الفرصه كانت مثاليه لهاو
هاو، فاستغلها وقطع القرد نصين بضربه واحده زي ما ميهوكا قطع موجه الجليد. الوحش ما صدقش انه اتهزم على ايد بشر، وقبل ما يختفي قال ان سيدهم هينتقم منهم. هاو وقع على الارض من التعب واستلم 5000 نقطه خبره. شوهي راحت تساعده يقوم، وهو اعترف بدورها في انها ساعدته يهزم الوحش. اقترح عليها يروحوا للمكان الامن، بس هي قالت له انها مش محتاجه، وقالت انها ندمانه انها ما عرفتهوش بدري واختفت وهي بتتمنى تقابله تاني. الروبوت الذكاء الاصطناعي ظهر وبدا يجمع حاجات كتير عشان يستخدمها في الهندسه. هاو ما كانش متاكد اذا كان صح ياخد الحاجات دي لنفسه، لكنه قال انه هيحتفظ بيها عشان يديها لمدير الاكاديميه. وهو بيجمع الكنوز القيمه ظهر انذار ان وحش بمستوى عالي جاي ناحيتهم. هاو استخدم عين الحقيقه عشان يشوف مستوى الوحش، ولما شافه اتصدم لانه كان وحش شبه اللي امه حربته زمان، وكان في المستوى 55. الوحش كان وصل بالفعل للخزنه اللي فيها الطلبه الباقيين، وكان بيخبط على الباب وبيحاول يكسره. فانو والمدير كانوا واقفين مستعدين يضحوا بحياتهم لو الوحش دخل، وكانوا متاملين ان هاو يجي ينقذهم. وفي اللحظه اللي الوحش كسر فيها باب الحديد الثقيل وداخل يهاجم، البطل ظهر ووقف الضربه. المدير ما صدقش يعني لما عرف ان الوحش كان في المستوى ال 55. الوحش كان باين انه اتعرف على هاو، كانه حاسس بنفس الطاقه اللي كانت طالعه من واحده ست في الماضي. يمكن ده نفس الوحش اللي امه حاولت تهزمه قبل كده. المعركه بدات لما هاو دفعه لورا، بس الوحش كان واضح انه مش واخد الانسان ده بجديه. هاو عارف انه لازم يدي كل اللي عنده في القتال ده، فانطلق عليه بهجوم سيف ناري، والهجوم سبب ضرر كبير وقطع دراع الوحش. الوحش حاول يرد عليه، بس هاو قدر يتفادى الهجوم في الوقت المناسب، ومع كده اتجرح جرح بسيط في دراعه. تيان جريت عليه تعالجه، فان دخل يساعده في القتال، بس الاثنين ما قدروش يعملوا حاجه كبيره واتدفعوا لورا. الوحش قرر يستخدم تعويذه سيطره على مساعدين هاو، وبقى متحكم بالكامل في اجسامهم. هاو سأل روبوت الذكاء الاصطناعي اذا كان يقدر يصنع حاجه تكسر السيطره دي. الروبوت قال انه يقدر، بس محتاج شويه وقت علشان يجهز العلاج. تينا قامت بالعافيه وعالجت دراع الوحش بالكامل، فالدراع رجع ينمو تاني. بعد كده فان بدا يهاجم سيد غصب عنه، وده ادى فرصه للوحش انه يضرب هاو. هاو كان لازم يفضل عايش لحد ما الروبوت يخلص الجهاز اللي هيكسر السيطره. في الوقت ده هاو استدعى رشاش قال يشتت الوحش، وهو حاول على قد ما يقدر يتفادى هجمات فان. فان كان متاثر جدا وبيقول انه وصل للقوه دي بس عشان كان عايز سيده ينهي حياته، لكن هاو رفض يأذي صاحبه باي شكل. الوحش شاف اللحظه المؤثره دي حاجه مقرفه وقرر يخلص على فان، بس هاو وقف الهجوم وده لا مكشوف، ففان ضربه ضربه قويه غصب عنه. هاو رجع الوحش لورا بتعويذه نار، لكن تينا عالجته بسرعه. روبوت الذكاء الاصطناعي قال لهاو ان الجهاز خلص، فاستعمله كسر السيطره عليهم. الوحش ما قدرش يفهم ازاي حررهم. بعدها استدعى وحوش كتير، وفان يقدر يقضي على شويه منهم، لكن الباقي عدى وراح يهاجم الطلبه التانيين. تينا عالجت هاو فورا ودخل لا يقدر يحميهم من الوحوش، بس ده استهلك طاقه كبيره منه. بعد كده الوحش اللي في المستوى ال 55 قرب من هاو وسممه بغاز احلام، وبعدها اخترقه في بطنه. كان كمان بيحاول يمتص كل طاقته قبل ما يقضي عليه نهائي. عمل حاجز منع اي حد يدخل يساعده، وفي نفس الوقت هاو دخل في حلم كان فاكره حقيقي. لقى نفسه في زمن كانت امه لسه عايشه فيه، وافتكر ان كل اللي حصل لحد دلوقتي كان مجرد كابوس. فرح جدا لما شاف امه عايشه وحضنها بقوه ودموعه في عينيه، بس حس ان في حاجه مش مظبوطه لان امه كانت بتتصرف بطريقه غريبه. هاو فهم ان ده مجرد وهم وقدر يخرج منه، وبفضل اللي عمله ده النظام فتح له القوه الكامله لامبراطور اللهب القرمزي. هاو اتحول وبعدها ضرب الوحش ورجعه لورا. مستواه كان اعلى منه بكتير، والوحش ما كانش عنده اي فرصه قدامه. والغريب انه قطع نفس الدراع اللي كانت اتقطع قبل كده. الوحش قال له انه مستحيل يتقاضى عليه نهائي، لان كل محتاج يعمل انه يسيب بيضه، وساعتها هيقدر يرجع للحياه تاني. ووعد هاو انه هيرجع وينتقم منهم كلهم لانه حفظ اشكالهم في ذاكرته. هاو ما اهتمش بكلامه، جهز هجوم ناري جديد خلى الحشره العملاقه تتحرق تماما. بعد ما قضى عليه هاو اخذ انجازات كتير ومن ضمنها 200,000 نقطه خبره. وبعد ما كل حاجه خلصت، الطلبه اللي كانوا بيتكلموا عليه وحش شافوا بعينهم هو يقدر يعمل ايه. رجعوا في كلامهم واعتذروا له على اللي قالوه، وكلهم شكروا له انه انقذهم مره تانية. بس ما قدرش يفرح كتير لانه استقبل مكالمه مقلقه من اخته كانت بتقول ان الوحوش بتهاجمهم. الخط اتقطع قبل ما يعرف اي تفاصيل تانية. في نفس الوقت عند يونيف كانت قدرت تهرب مع ابوها ومع نانا. هم ومعاهم عدد كبير من الناس كانوا رايحين لمكان آمن، لكن سرب ضخم من وحوش النحل كان بيقرب منهم. حالة الخوف خلت واحد يخبط في يونيف، وده خلاها توقع ابوها على الارض وهي بتحاول ترفعه. ظهر وحش في المستوى 30. البنت عرفت انها ما عندهاش فرصة ضده، لكنها استدعت القوس والسهم السحري بتاعها عشان تعطله شوية لحد ما نانا تاخد ابوها المكان آمن. سهام يونيف ما اثرتش على الوحش خالص، والوحش اندفع علشان يخلص عليها. ساعتها ابوها جري علشان يتلقى الضربة بدلها، لكن الاتنين اتناقضوا لما نانا اتحولت وضربت الوحش بصاروخ ووقفته. بس الوحش ما
اتقضاش عليه بالكامل، وكان فاكر ان الفوز هيبقى سهل لانه شايف ان انا مجرد ميك ضعيف. نانا طارت في الهواء وقضت عليه نهائي. النظام بلغها انها طلعت مستوى بسبب انها هزمت الوحش. نانا فرحت لانها عرفت انها تقدر تطور مستواها، وده بيديها تحكم اكبر في الجسم، ومع اقتراب وحوش اكتر منها كانت متحمسه تقتلهم كلهم. نرجع لهاوي اللي كان رجع للمكان اللي اهله كانوا فيه لكنه ما لقاهمش، وهو بيدور عليهم شاف واحده من فريق الامن بتتعرض لهجوم من وحشين. كان بيتفرج من بعيد وحس انه شافها قبل كده بس ما قدرش يفتكر مين، ومع كده انقذها. والبنت عرفت نفسها باسم تشينلو، طلب منها تيجي معاه وهم بيتتبعوا اثار عيلته. وفجاه وحش في المستوى ال30 نزل قدامهم فهاو دخل يقتله. الست كانت واقفه ورا بتتفرج بابتسامه خبيثه وبتقول قد ايه هيبقى رائع لو قدرت تاخد قوته. اول ما هاو خلص على وحش اتضرب من وراه، ولما لف عشان يشوف مين اللي عمل فيه كده لقى انها الست اللي كان لسه منقذها، وكانت حالت نفسها بنفس الحقنه اللي الدكتور استخدمها قبل كده. هي اتحولت لوحش على الشكل تعبان، وده رفع مستواه في المستوى ال58، واتضح انها هي نفس الشخص اللي كان بيحاول ينقذ الدكتوره قبل كده. كشفت له ان اللي حقنته في نفسها كان عباره عن بركه من اللي بيسموه حاكم الوحوش. هدفها كان انها تقدم هاو قربان لسيدها. ابتدت تهاجمه لكن هاو قدر يصد الهجمات اللي رمتها عليه. بعد كده حصرته جوه وهمه وقالت له ان لو انضم ليهم هيبقى اقوى بكتير. هاو ما اقتنعش بكلامها وقدر يكسر الوهم باستخدام قوه عين الحقيقه. هاو كان طاقته بتخلص بسرعه لانه كان بيقتل من غير توقف. تشينلو ما كانش عندها مانع تضيع وقت لحد ما يعجز تماما عن القتال. الولد ما كانش قدامه حل غير انه يطلب من النظام يفعل اقوى هيئه عنده. النظام حذره ان حالته الجسديه ضعيفه ومش هتستحملها، بس هو ما اهتمش وفعلها. لما شافت عناده قررت تخلص عليه وخلاص. هاو كان بيحاول يلاقي اي فرصه يضربها قبل ما الوقت يخلص، خصوصا ان دفاعها وهجومها كانوا عاليين جدا. سأل الذكاء الاصطناعي لو يقدر يحدد اي نقطه ضعف، وكل اللي قدر يقوله ان الحل الوحيد انه يخلي التعابين السمين اللي طالعين منها يعضوا نفسها. استغل نيتها في القتل وتحركاتها واتحرك بطريقه خلت التعابين يعضوا نفسهم. السوم اشتغل بسرعه والجزء الوحش منها مات في لحظه. انسانيتها فضلت معلقه شويه قبل ما تختفي. تشينلو انفجرت في العياط وسالته هل السعي للقوه كان غلط للدرجه دي. هاو رد وقال ان مفيش حاجه غلط في ان الواحد عايز يبقى اقوى طول ما هو ما يبقاش نفسه ولا مبادئه علشان القوه. هي تمنت ان الكارثه دي بتاعه الشياطين ما كانتش حصلت، ويمكن ساعتها كانت تعيش حياه طبيعيه متجوزه ومخلفه بدل ما تبقى جنديه عطشانه قوه. بعدها وقعت على الارض وماتت. الروبوت الذكي بلغه انه وصل له خبر عن عيلته وانهم كلهم بخير في الملجا، ولحسن حظه كل البوابات كانت اتقفلت مؤقتا لحد المره الجايه. هاو وعد نفسه انه دايما هيقتل يبقى اقوى علشان يحمي الناس اللي بيحبهم. فهل يا ترى هيقدر يعمل ده ويكون قادر على تحدي الظروف، ولا هيتصفى من الوحوش وهيكون مظروف؟ كل ده واكتر هنعرف في الجزء الجاي من الحكايه. اتمنى تكون عجبتكم بجد، ولو وصلت لحد هنا يا نجم اتمنى انك ما تنساش تدعمني باللايك بتاعك واشتراكك اللي بيشجعني ان اكمل واعمل حاجات اقوى واجمد بكتير.